كلنا بقى عارفين ان المسقعه على طول لا اما ساده لا اما باللحمه المفرومه. بس النهارده بقى هنعملها بطريقه جديده بالفراخ، وهنشوف مع بعض هتتعمل ازاي وندوقها مع بعض ونشوف واقول لكم رايي فيها. اول حاجه هعملها ان انا هقلي البدنجان، بس يعني ياخد لون، مش اني بسويه، يعني انا مش بعمله ان انا اكله، فانا بديه قليه خفيفه كده ياخد لون فيها. كده خلاص خد اللون اللي انا عايزاه من تحت، هقلبه بقى على الاتجاه التاني وهدي نفس اللون. ما تحمريهاش قوي زي ما انا قلتلك عشان البدنجانيه تفضل ماسكه نفسها لما تيجي ترصيها في الصينيه، تفضل ماسكه نفسها وشكلها حلو. خلاص كده انا خلصنا البدنجان. هنزل بس الفلفل ده، يعني مش هحمره، هديله بس يعني ايه، هخليه يطرى شويه في الزيت وهطلعه على طول. ما تحمريهوش، دبليه في الزيت بس شويه. خلاص كده انا مش عايزه احمره زي ما انا قلت لكم، انا عايزاه بس يدبل شويه يطرى شويه. شايفين؟ هطلعه بقى وهنشوف هنعمل بقيه الخطوات ازاي. ده يا جماعه الحشوه اللي هتبقى جوه، عباره عن صدر فرخه واحد بس، مش الصدر كله، يعني نصه كده، متقطع مكعبات زي ما انتم شايفين. هنستخدمه دلوقتي وهنشوف هنعمله ازاي. هجيب طاسه ومسخناها زي ما انتم شايفين، هنزل نسبه بسيطه قوي زيت، يعني ماده دهنيه تساعدنا ان هي تاخد الصدمه يعني. تمام، انا هحط دلوقتي فص ثوم واحد، وبعد كده هنزل الفراخ. فص ثوم يكون مفروم، يعني تفرميه في المفرمه بتاعتك وتحطيه. هنزل بالفراخ عليه، دلوقتي انا مش هقلبها على طول، انت لما تحسي ان هي بدات تاخد لون من تحت هتقلبيها. ومش هحط لها ميه ولا اي حاجه، انا بس محتاجه ان هي تاخد صدمه، وهنشوف انا هعملها ازاي. بدات تاخد لون اهو، هقلبها. بدات خلاص تاخد معايا لون، انا بقلبها كده اهوت عشان لقيت التقليب بالمعلقه او الاسباتولا اصعب. خدت لون اهوت معايا، هبتدي انزل عليها بقى بالتوابل اللي انا عايزاها. هنزل بقى بالسبع بهارات. اول حاجه هرش شويه كده عشان الجمال، وبعدين هحط بقدونس مجفف، هحط شويه صغيرين كده، شويه فلفل اسمر، حبهان هحط حوالي 3. تمام، وهحط شويه ملح صغيرين، مش كتير عشان كده كده اوريدي المسقعه هيبقى فيها ملح. هبدا التقليب بقى، هقلبهم مع بعض، مش عايزه حاجه، انا عايزاهم بس يتقلبوا مع بعض كده شويه. شايفين لونها وجمالها وشكلها رائع يا جماعه والله. على فكره هي ممكن تتاكل كده اصلا، يعني هي ممكن تتاكل كده في سندوتشات او في اي حاجه. خلاص انا كده بقى هرفعها من على النار، وهبتدي بقى نعمل خطوات المسقعه بالظبط. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه. هنزل بشويه زيت، تمام، للصلصه دي. هحط حوالي معلقتين او 3 على حسب الكميه اللي عندك صلصه. انا هحط 3 لان انا عامله صينيه تعتبر حجمها كويس كبير. هنزل الثوم معاها وهي شغاله كده اهو. الزيت زي ما انتم شايفين كان شغال فكان سخن. بس انا مش بديله لون، انا عاملاه على جنب لوحده كده بحيث ان هو يدبل بس شويه. كان ممكن ان انتي تنزليه الاول وبعدين تنزلي بالصلصه، بس انا قلت اوفر خطوات. كده كده اوريدي الزيت كان سخن. هبتدي بقى ايه اوزع الصلصه، ان خلاص الثوم يعني طري معايا وانا شايفاه اصفر سيكه يعني. هحط بقى التوابل بتاعتي، هحط شويه ملح
تمام. وهحط سنه سكر، بحب احط سنه سكر عشان الصلصه بتبقى مززه شويه. حط شويه فلفل، حط 7 بهارات او اي نوع توابل عندك، خلطه عندك مثلا خلطه توابل. هقلبهم بقى كويس مع بعض كده. الصلصه بقت رائعه. دلوقتي بقى خلاص الصلصه بقت جاهزه، فانا هاخد نص الصلصه ديت معايا في طبق، تمام، عشان ما بين الطبقات كده ابدا احط الصلصه منها. هسيب النص التاني هفرشه كده تحت عشان ابدا ارص عليه الحاجات اللي انا عايزاها، اللي هو الباذنجان والحاجات اللي احنا حضرناها. طبعا خلاص كده انا هشيلها من على النار وهبتدي نرص مع بعض فيه. هرص الاول بقى طبقه باذنجان زي ما انتم شايفين، واحده واحده كده بقى تفنني فيها. شايفين الباذنجان ماسك نفسه ازاي وانا برصه، ومع ذلك برضو طري، بس يعني ماسك نفسه فشكله حلو وانتي بترصي كده وعارفه تتحكمي فيه. هبدا احط فلفل اخضر، وزعه عادي توزيع عشوائي كده زي ما انت شايفه. هحط كمان بقى طبقه باذنجان كمان، بحيث ان انا هسيب للوش بس طبقه اغطي بيها الوش، تمام، عشان الطبقه اللي تحت تبقى سميكه شويه. حط بقى شويه فلفل برضو زي ما انا قلتلك قبل كده، وزعيهم عشوائي كده كمان. هحط بقى شويه صلصه صغيرين خالص، واوريدي لما انتي تزودي شويه ميه، لما احنا في الاخر هنزود شويه ميه هتتوزع، ما تقلقيش خالص، نسبه الصلصه كافيه بالنسبه لي. الفراخ اهيت هنحطها بقى، هي الطبقه اللي هتبقى في النص، وزعيها بالراحه اهو. الطبقه اللي هتبقى في النص معاكي زي الفل. دلوقتي خلاص حطيتي طبقه الفراخ زي ما انتي شايفه، هتبتدي بقى تحطي الطبقه النهائيه من الباذنجان. نبدا مع بعض، واطعمها بقى بشويه فلفل كده، لان هي ديت اللي هتبقى على الوش. خلاص كده احنا رصينا الوش. هنبتدي بقى نوزع الصلصه بالراحه على مهلنا كده. تشغليش بالك كلها هتتغطى بالصلصه، انا لسه هزود اوريدي ميه عشان تستوي. خلاص بقى هنبتدي نزودها بالميه بتاعتك كده، ماشي عليها كلها. خلاص انا زودتها ميه للمستوى اللي انا عايزاه. شايفين المستوى يا جماعه؟ ميه مش كتير قوي يعني، بس بصوا عشان بس تستوي كويس والفراخ كمان تستوي كويس. انا حطيت للصينيه بتاعتي دي حوالي 3 كوبايات ميه. انتي بقى على حسب الصينيه بتاعتك هتبقى حجمها قد ايه، فانا بوريكي المستوى اهوت عشان تعمليه. المهم دلوقتي انا هغطيها وهحطها على النار لغايه اما تشرب الميه كلها، ونشوف هجيبها لكم وتشوف هتعمل ايه. خلاص كده هي شربت الميه وبقت تحفه زي ما انتوا شايفين، جامده جدا. دلوقتي بقى انا هحطها في الفرن ونشوف لما تحمر كده نطلعها ونشوف ندوقها ونشوف طعمها بقى حلو كده وجميل زي شكلها رائع بصراحه. ما شاء الله طلعت شكلها روعه. دلوقتي بقى هنطلع قطعه كده منها، حته منها، وهدوق معاكم واقول بسم الله كده ونشوف. بسم الله. انا هقول لكم رايي بصراحه، ما تقلقوش. بسم الله. اهوت انا جايبه في اللي انا جبته فيه اهو الفراخ باينه وكل حاجه باينه، رائعه. تمام بقى هدوق بسم الله. بجد بجد طعمها جامد جدا. دلوقتي بقى يا جماعه هدوق بس حته فراخ لوحدها كده واشوف طعمها عامل ازاي. بسم الله. بجد
طعمها جامد جدا يا جماعة، جربوها والله العظيم، جامدة جدا جدا وموفرة. يعني صدر فرخة، يعني مش اللي هو الصدر كامل، صدر فرخة صغير. معلش الديك بيقدم بقى، ديك الجيران ما تنسوش بقى يا جماعة لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. انا مش عارفة هو فيه ايه بصراحة، عمال كوكو كوكو. يلا باي باي، نشوفكم في فيديو جديد.